هادي وحده سولات راجلها وقالت لي الا مت شنو غادي دير، وقال لها غادي نتصدق، وقالت لي هي زعما ما غاديش تتزوج ورايا، وقال لها الله اعلم ما تعرف المسطي اش يدير. هذا واحد خونا كيتسنى في صاحبه وقال لي صاحبو 10 دقائق نكون عندك، وجاوبو خونا قال لي ولا تعطلتي، وقال لي صاحبو عاود قراها تاني. في المغرب فاش كتسلف شي واحد الفلوس وكتبغي تاخدهم عاوتاني كيخصك تشرح ليه علاش باغيهم. هذا واحد الموظف اتصل بالمدير ديالو وقت العمل بالخطأ، قال لي وجد لي واحد البراد اتي البيرو وما تعطلش الحمار، ورد عليه المدير قال لي واش عارف مع من كتكلم، وقال لي الموظف لا، وقال لي مع مدير المؤسسة الحيوان، ورد عليه الموظف قال لي وانت عارف مع من كتكلم، وقال لي المدير لا، وجاوبوا الموظف قال لي والحمد لله. هذا واحد المعكاز وقف طاكسي، وقف بعيد عليه بشي 200 متر، وقال لي المعكاز صافي غسير راه تما فين كنت غنزل. هذا واحد سرق الزيت طاح في مولينيكس، وملي خرج قال الله ينعلي يمشي لافوار. هادي وحده خايبه وقالت الراجل وصوب الشرجم تاع الكوزينه باش ما يشوفنيش جارنا، وقال لي راجل شافك، وقال لي صوب الشرجم وانا نخلص. هذا واحد المعلم قال التلاميذ ديالو كتبوا لي انشاء على مقابله كره القدم، وواحد الكسول كتب ليه نظرا للامطار الغزيره تاجلت المباراه. هذا واحد المغربي قالوا لي نغمضوا لك عينيك ونحطوا مرتك من بين 20 بنت ونشوف واش تقدر تتعرف عليها ولا لا. غطاو لي عينيه وحطوا مرتو بين 20 بنت وبقى يمشي قدامه وحده بوحده حتى وصل مرتو قال لهم هذه هي، كل شي تفاجئ وسولوه كيفاش عرفتيها، وقال سبحان الله قلبي برجع البنات كاملين الا هادي اللي قدامي. هذا واحد من فاس ركب في طاكسي وقال له بشحال ديني كورس الرباط، قال له مول الطاكسي 500 درهم، قال له ماشي مشكل ديمار. وفي الطريق كان داير واحد الكارطونه فوق رجليه، ومن بعد جبد التليفون ودار راسو كيهضر مع مرتو، قال لها هاني جاي وجايب معايا 20 مليون في واحد الكارطونه ومع الذهب. ومول الطاكسي كان كيسمع فيه. المهم من يوصلوا عند شي مول الحانوت في الرباط قال له عافاك حطني نشري واحد القرعه ديال الماء ونجي. مول الطاكسي حبس والسيد خلى الكارطونه في الطاكسي ودخل يشري واحد القرعه الماء، وملي خرج من الحانوت ما لقاش الطاكسي يعني راه هرب بالكارطونه. والسيد عاود دخل من الحانوت وقال له عافاك اخويا عندك شي كارطونه خاويه، قال له من الحانوت علاش، قال له بغيت غدا نرجع للفاس. هادي واحد الزوجة على فراش الموت وكتقول الزوج ديالها ابو جمعة بغيت نعترف لك بواحد الحاجة، وقال لها شنو هي حادة، وقالت ليه بغيتك تسامحني انا كنت نلاقي السلوكة بينك وبين امك وكنت نكذب عليها ونقول لها حوايج ما كاينينش، وقال لها صافي نساي اللي فات حادة وبلا ما تهضري بزاف على قبل صحتك. وهي قالت ليه ونزيدك كنت كنتعمد نغرقك في الكريديات باش عمرك تفكر تزوج عليا، وقال لها صافي نساي، وقالت ليه وبغيت نقول لك اني كنت كندير السبه لاي حاجه باش ننكد عليك ونكحل عيشتك، وقال لها وانا عارف صافي معليش بارك نساي، وقالت ليه ونزيدك حاجه اخرى ابو جمعه، وقال لها وصافي يا حاده والله العظيم راني عارف كاع داك الشيء اللي غتقولي، واش انا غير جيت ودرت لك الصمت اتاي.